بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة الثانية ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية التي تقيمها جمعية الدعوة لهذا المركز، مركز بحر أبي سفينة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المحاضرات وهذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم شاهدة لنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا هذه الليلة الشيخ عبد الله عامر عقيلة في محاضرته الثانية والتي هي بعنوان مفاتيح الرزق. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يجعلنا من المقبولين عنده، إنه سميع مجيب. ندعو فضيلته إلى لقاء محاضرته مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وصلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، أيها الأخوة، فحياكم الله بهذا المجلس الطيب المبارك. خير مجلس تجلسه في هذه الحياة هي أمثال هذه المجالس الطيبة المباركة التي تحفكم فيها الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة، وتذكرون الآن في الملأ الأعلى عند الله عز وجل. أيها الأخوة الأكارم، حديثنا الليلة حديث يلمس الواقع، وكل مسلم يتمنى أن يسمع الحديث عن هذا الموضوع الهام والذي أشغل فكر كثير من الناس. هذا الموضوع أيها الأخوة هو مفاتيح الرزق. هذه المفاتيح أيها الأخوة لا يحس الإنسان بثقلها، ولا يتعب من حملها، ولا يبحث عن مكان لحفظها. هذه المفاتيح يمتلكها الغني والفقير، والذكر والأنثى. هذه المفاتيح أيها الأخوة السر العجيب فيها والذي يلفت الأنظار لها أن هذه المفاتيح لا تباع في الأسواق ولا تشترى بالأثمان. السر العجيب في هذه المفاتيح أن من أتى بها وليس لها أسنان لم يفتح له الباب الذي بينه وبين الخالق الرزاق الذي يعطي بلا حد ولا مقدار. أيها الأخوة، إن الرزق أيها الأخوة ليس بكثرة الحركة وليس بملازمة العمل، فلا يغتر القوي أنه مرزوق بقوته، ولا يتصور الضعيف العاجز أنه ممنوع من الرزق بضعفه. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذه المفاتيح أيها الأخوة كل واحد منا يمتلكها في جيبه، ولكن للأسف أكثر الناس لم تخترق هذه المفاتيح إلى قلبه، بل هي مفاتيح سطحية. والمفتاح السطحي لا يستفيد منه الإنسان إذا لم يتمكن اليقين والمحبة لله والرجاء فيما عند الله في قلب المؤمن، فسيبقى يعوم في هذه الحياة ويمشي إلى حيث شاء ولا ينتهي من هم وغم هذه الحياة. ولذلك من الأسف للكثير من الناس أنه يمتلك المفاتيح لكن المفاتيح لم يستفيد منها، كما قال الشاعر كالعيسى
في يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، ما تستطيع تأخذ الماء وتشرب، مثل الذي يملك المفتاح ولا يستطيع يفتح به. طيب ما هي هذه المفاتيح؟ سنتحدث لكم الليلة إن شاء الله عن 5 مفاتيح فقط. المفتاح الأول والذي تجد به سعادتك في الحياة، والذي بسببه يفرج عنك الهموم والغموم، والذي بسببه تحل جميع المشاكل في حياتك، والذي به تستطيع أن تشرح صدرك وتزيل كل ما يعلق بقلبك من هموم وغموم، هذا المفتاح هو التقوى. التقوى أيها الأخوة عرفها العلماء بتعاريف كثيرة جدا. سألوا أحد الشيبان شايب على سليقته عن التقوى، قالوا عرف لنا التقوى، فعرف التقوى بسليقته وبلغته. قال التقوى كيف حالك إذا كنت لحالك. كيف حالك إذا كنت لحالك؟ يعني أنت في خلواتك ماذا تقول؟ إذا خلوت أنت فكيف يكون حالك؟ ولذلك أيها الأخوة لو أن الإنسان تأمل الحال الذي يكون عليه وحده ولا يطلع عليه إلا الله، ويرى أن نظر الله هو أهون الناظرين إليه. فتش نفسك وانظر إلى حالك إذا كنت في خلوة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف حالك في الحياة البرزخية في القبر فاعرف حالك في حال الخلوات. ولذلك أيها الأخوة إذا أغلقت عليك الباب وأسدلت عليك الستار وغاب عنك أعين الرقباء فاعلم أن الله جل وعلا يراك، الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أسباب جميع الانتكاسات. شوف الخلوات إذا خلوت انظر لحالك، هي أسباب جميع الانتكاسات، وإن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات. ولذلك السلف كان خلوتهم وجلوتهم سواء، ما كانوا يفرقون. أما الآن فلا، خلواتنا معاصي، مشاهدة للحرام ونظر إلى ما لا يحل. فانظر، لذلك ابن سيرين رحمه الله كان يقول: إني أرى المرأة في المنام، هو نائم، إني أرى المرأة في المنام فأغض بصري. سبحان الله، يعني يغض بصره وهو مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 ومنهم النائم حتى يستيقظ. فيقول أحدهم لما سمع هذه المقولة لابن سيرين يقول: يا ليت عقلي في المنام، يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. يقول أنا ودي العقل ايش؟ في اليقظة مثل عقله يوم هو مرفوع عنه القلم. انظر هذا أيها الأخوة. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحقق التقوى أن ينظر لحاله في الخلوات. هل حالك في الخلوات هو حالك في الجلوات؟ من منكم الآن يستطيع مثلا يمارس معصية أمام الناس؟ ما حد يستطيع. ولذلك حالك في الخلوة لا بد أن يكون هو حالك في الجنة. هذا هو. كيف الواحد منا أيها الأخوة يقول أنا متقي، أنا أصوم وأنا أصلي وأنا أزكي وأنا أفعل وأجتنب كثير من المحرمات، لكن هذا المفتاح ما توصلت به إلى الزيادة في الأرزاق ولا توصلت به إلى البركة في الأرزاق، ما توصلت إليه لأن عندك سر. هذا المفتاح لم تستخدمه كما أمرك الله،
وكما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعريف هذا الشاعر الكبير في السن. كيف حالك إذا كنت لحالك؟ من العلماء من عرف التقوى أيها الأخوة، قال التقوى هي ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك. ألا يفقدك حيث أمرك. أين أمرك الله؟ أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك بالإحسان إلى الخلق، أمرك بالإحسان إلى الجار، أمرك ببر الوالدين، أمرك بحفظ اللسان، أمرك ألا تبطش إلى الحرام، أمرك ألا تمشي إلى الحرام. لا تخالف. أنت تريد الرزق، المفتاح هذا يتفاعل معك في الحياة، وتجد الرزق الذي تستطيع به أن تقضي حوائجك في الحياة وتسدد ما عليك من الديون وتختبز لأيام الدهر. إذا لا بد أن تخضع لأوامر الله وأن تخضع لله وأن تمتثل أوامر الله عز وجل. ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. ما يراك في مكان لا تحب أن يراك الناس فيه. هذا هو. ومن العلماء من عرف التقوى أيها الأخوة بالتعريف علي رضي الله عنه، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا باليسير والاستعداد لليوم الرحيل. هذه تأخذ مجلدات. تعريف علي رضي الله عنه يأخذ مجلدات. تأمل هذا. إذا الإنسان إذا نظر إلى ما حرم الله وبطش إلى ما يمقته الله ومشى إلى ما لا يرضاه الله فليس من المتقين. حتى أيها الأخوة ولو ادعى التقوى، لأن كثير من الناس يدعي التقوى، أنا متقي أنا متقي. لا تتحقق لك التقوى إلا إذا اتقيت الله حق تقواه. ولذلك ما أكثر الواعظين بالتقوى وما أقل العاملين بها. سهل أن يقول أني متقي أنا، هذا من الأمور السهلة، لكن من الصعب أن تجد ثمار التقوى في الواقع. هذا من الصعب. فينبغي الإنسان أيها الأخوة أن ينظر إلى هذا الجانب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أبي بن كعب عن تعريف التقوى. وهل عمر يجهل التقوى؟ عمر الملهم، عمر رضي الله عنه الذي كان ينزل الوحي مصداقا لكلام عمر. وكم من آيات نزلت في قول عمر رضي الله عنه. يعني يجهل التقوى؟ لا، وإنما يريد أن يسمع من أبي رضي الله عنه تعريفا للتقوى غير التعريف الذي هو يعرفه. لأنه الآن بيأتي أبي بن كعب بتعريف وهو يعرف أن عمر أعلم يعني بهذا الجانب، وهو من أتقى الصحابة رضوان الله عليهم. فقال يا أبي ما التقوى؟ قال له هل سلكت طريقا ذا شوك؟ مشيت في أرض فيها شوك؟ قال نعم. قال ما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال ذاك التقوى. انتهى التعريف. ذاك التقوى. يعني ماذا يقصد أبي بن كعب بهذا التعريف؟ قالوا يقصد بهذا التعريف أن التقوى هي حساسية في الضمير، شفافية في الشعور، حذر دائم، خوف مستمر، توكل لأشواك الطريق، أشواك الحياة التي تتجاذبها الشهوات والملذات والمخاوف والهواجس. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا تعريف كبير. انظر كيف انه شيء شفاف، شيء حساس. هذه الامور تجعلك حذر لا تقع في المحرمات، تجعلك حذر لا يفوتك شيء من الواجبات، تجعلك حذر لا تفوتك المعاملات مع الخلق. هذا هي التقوى. هذا هي التقوى ايها الاخوه. لماذا الكثير من الناس يقول انا افتقد البركه؟ تدعوني في بركه في ارزاق. نعم، حقق التقوى. فاذا ما حققت التقوى تحقق لك ما يعني اعطاك الله عز وجل بحقيقه هذه التقوى. طيب، ما هي الادله على ان التقوى من مفاتيح الرزق؟ ادله كثيره، لكن نقتصر لكم على دليل. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. هذه الثلاث الأمور لو الإنسان وقف عندها هذه تكفير التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ايش؟ من أي شيء. يقول ابن عباس من جميع كرب الدنيا والآخرة، من جميع كرب الدنيا والآخرة. أي كرب أيا كان نوع هذه الكربة، سواء كانت الكربة ماديا أو كانت اجتماعيا، المهم أن جميع هذه الكرب من اتقى الله فإنها ترتفع عنه بأمر الله عز وجل. انظر الآن وتأمل قول ابن عباس رضي الله عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جميع كرب الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي أن من حقق التقوى حقيقة واقعية يعيشها، هذا يأتيه الرزق من مكان ما يخطر على بال ولا يدور في خيال. وستعرفون الآن يعني سبب نزول هذه الآية. يأتيه رزق ما كان يخطر على باله أصلا أن يأتي مثل هذا الرزق. ولذلك أكثر المفسرين على أن هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. أسر المشركون ابنا له، أسروا ابنا له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر والحاجة، وقال يا رسول الله إن الأم جزعت، الأم حزنت على فقد هذا الولد وعلى أسره من قبل الكفار، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبر، وآمركم يعني آمركما أنت وزوجتك أن تكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة يصعد بها الجبال ويستنزل بها الأرزاق ويستدفع بها البلاء وتفتح بها الأبواب. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن حملة العرش الثمانية ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مثل ما بين الأرض والسماء. فلما خلقهم الله قالوا يا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشك. قالوا يا رب ومن يستطع أن يحمل عرشك وأنت فوق عرشك بجلاله وكماله وسلطانه وقوتك وجبروتك. قال الله جل وعلا لحملة العرش قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فبهذه الكلمة أطاقت ملائكة العرش حمل عرش الرحمن. كم يفوتنا الكلمة؟ كم قلتها وانت جاي للمسجد؟ كم قلتها وانت رايح إلى البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تجعل كل ايش؟ لا حول لي، لا قوة لي، لا سلطان لي، حتى بمالك وبجاهك وبمنصبك وبمكانتك وبعشيرتك لا حول لي إلا بالله. فإنما أراده الله وقع وما لم يريده لا يمكن أن يقع. هذا كل شيء بأمر الله عز وجل. يسر لك الأرزاق هو سبحانه وتعالى، رفع عنك الأمراض هو الله عز وجل، يسر لك أمورك في الحياة الله عز وجل. لا بد للمسلم أن يؤمن بهذا الجانب أيها الأخوة. ويقول مكحول، وهذا القول مكحول رفعه كثير من المحدثين حتى أن الألباني جعل هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن. يقول مكحول رضي الله عنه والحديث موقوف عليه على القول الراجح للمحدثين، يقول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من أبواب الضر أدناهن الفقر، أقلها الفقر 70. طيب 70 فقط؟ لا، قال العلماء أكثر من 70.
وليس العدد هنا مقصود. تفرج عنك أمور كثيرة، تغلق عنك أبواب شر كثيرة، تفتح لك أبواب الخير كثيرة، يعني أكثر من 70. هذه الكلمة انظر كيف لما رجع عوف بن مالك إلى زوجته وقال لها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت نعم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التقوى موجودة، التقوى موجودة، الصبر موجود. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت تجري على ألسنتهما كما تجري أنفاسهما. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما قاموا كل ما قعدوا كل ما خرجوا كل ما ذهبوا كل ما رجعوا. وش اللي حدث؟ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يفتح بها الأبواب المغلقة؟ قال فغفل العدو عن هذا الابن الأسير، فلما غفلوا خرج وصل إلى الباب، مغلق الباب. قال فلما وصل إلى الباب انفتح الباب فخرج الولد، فلما خرج خارج الباب وجد بعيرا فركبه وانطلق به يجوب الصحراء. هذا الولد ما الذي فتح الباب وما الذي جعل البعير ينتظره وما الذي جعل البعير مركوبا له؟ إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض الأمور إلى الله. من إيش؟ من الوالدين. قال فلما جاء إلى وسط الصحراء وجد أن المشركين قد ساقوا أغنامهم إلى مرعى في الصحراء. التفت يمنه ويسره، من أمامه ومن خلفه ما رأى راعي. وش اللي حدث؟ استاق الغنم وكان عددها 4000 شاة، عدد هائل. استاقها وانطلق بها إلى أبيه وأمه. يقول أبوه فلما أقبل علي ابني، وما يفكر إنه ابنها أصلا، ما يخطر على باله هذا الرزق. قال فلما أقبل علي وإذا هو راكب على البعير وهذه الأغنام أمامه كأنها أمواج البحر. طبعا ما خطر على بال المؤمن. قال فلما اقتربت منه وإذا هو ابني فقلت له يا ولدي من الذي أتى بك الآن؟ من أين لك هذه الأغنام؟ قال في ساعة غفل المشركون عني فأتيت إلى الباب فانفتح الباب ووجدت البعير فركبته، وفي وسط الصحراء وجدت المشركين ساقوا أغنام إلى هذا المرعى فهذه أغنامهم 4000 شاة. قال والله شوف التقوى، والله لا نستحق منها شاة واحدة حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف التقوى وش. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به ابنه من هذه الأغنام هي حل لك ولزوجك. بالله عليكم هل كان يخطر على بال عوف بن مالك أن ابنه يأتي؟ ممكن يفكر من الأسر، لكن هل كان يخطر على باله أن يأتي معه ب4000 شاة مجانا؟ أبدا. لكن إيش؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من مكان لا يخطر على باله ولا يدور في خياله. هذه هي التقوى، والله ما حققها عبد إلا ونال ما ترتب عليه. وكل واحد منا عنده تقوى ويتحقق له بتقواه بقدر تقواه. طبعا يختلف الناس في التقوى، فأنت بالتقوى الموجودة عندك تستنزل بها الأرزاق، يبارك لك فيها في الأعمار على حسب ما عندك من التقوى أنت تعيش. طيب إذا لا بد أيها الأخوة أن نتنبه لهذا. ولذلك أيها الأخوة العلماء يقولون بأن التقوى إذا خالطت سويداء القلب جعلت الإنسان عبدا حقا لله. ولذلك ساد السلف يوم حققوا التقوى واقعا ملموسا رجالا ونساء صغارا وكبارا، يعني كانت ايش؟ كانت التقوى متحققة في قلوبهم. ولذلك لما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله وقالت يا أبا عبد الله إنني أشتغل في الغزل، تخيط الملابس تخيط أواني، فقالت له إنني أخيط يعني أشتغل في الغزل وأكثر ما أشتغل في الليل، فأنا
أشتغل على ضوء السراج، ما في كهرباء، سراج. قالت فإذا انطفأ السراج أغزل على ضوء القمر في الليالي المقمرة. تسأل ايش المرأة؟ تسأل الإمام أحمد عن ايش؟ قالت يا أبا عبد الله فهل يجب علي أن أبين للزبون إذا أراد يشتري ما غزلته على ضوء السراج وما غزلته على ضوء القمر حتى لا أغشه؟ بالله شوفوا وصلت التقوى بالمراد. فبكى الإمام أحمد رضي الله عنه وقال أنت من بيت من؟ قالت أنا أخت بشر الحافظ العابد الزاهد رحمة الله على الجميع. هذه التقوى أيها. الآية الثانية والتي نختتم بها هذا المفتاح، قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وإيش اللي بيحصل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء. طيب فين البركات هذا؟ قال الله ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف الآن تأمل، الله جل وعلا قرن بين الإيمان والتقوى، وهذا في القرآن كثير، تجد المقرون بين الإيمان والتقوى كثير. لماذا أيها الأخوة قرن الله بين الإيمان والتقوى؟ قرن بين الإيمان والتقوى الأمرين. الأمر الأول أن العمل الصالح، أن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان معه عمل صالح. واحد يقول أنا مؤمن لكن ما يعمل، ما يصوم ولا يصلي ولا يزكي، ما في فائدة. الأمر الثاني أيها الأخوة أن الإيمان يتعلق بالباطن والتقوى تتعلق بالظاهر. فمن صلح ظاهره وباطنه فليبشر بمولود الله. وإيش مولود الله؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء. في قراءة أخرى لفتحنا عليهم بركات. ما هي بركة بركتين ثلاث، لا بركات. وإيش البركات هذا؟ بركات في الأموال، بركات في الأولاد، بركات في الأوقات، بركات في الأعمار، بركات في الأنفس، بركات في المشاعر، بركات في طيبات الحياة، بركات من السماء، بركات من الأرض، بركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم لا تعد ولا تحصى. متى ما حققوا الإيمان والتقوى. أنت تأمل الآية متى ما تحقق الشرط تحقق المشروط. هذا كلام رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا ايش؟ قال في الحديث تعس عبد الدرهم، سماه عبد. كلمة عبد في هذه الإهانة، يعني أنت أهنت نفسك يوم ايش؟ يوم حولت هذا المال إلى إله تعبده من دون الله، وجعلت له في القلب مكانه أعظم من مكانة الله. شوف أنت تأمل الآن، تعس عبد الدرهم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تعس، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعس مالك الدرهم وجامعه. لا، ما قاله. ليه؟ لأنه لا نهي عن جمع المال وملكه إلا حين يتحول العبد من جامع للمال ومالك له إلى أن يكون عبدا لهذا المال. عندها تحل عليه التعاسة والانتكاسة. نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايش تعس؟ ايش معناه تعس؟ يعني خاب وخسر. وفي الحديث هذا دعاء عليه بالخير، يعني اللي تعلق قلبه بالدنيا دعاء بالخيبة عليه، يعني دعاء. ولهذا من أصبح والدنيا همه فإنه يدعى عليه، ومن دعي عليه فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات فيما يضره في عاجل دنيا أو آجل أخرى. لا بد. ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميسة. ليش كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة؟ ما كانت تكفي واحدة. قالوا العلماء كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لتنوع أحوال الناس. هل الناس سواء في الغنى؟ لا، يمكن واحد رصيده 2 مليون بس قلبه ما متعلق بالمال، وواحد رصيده 10,000 قلبه متعلق بالمال وعابد للمال. إذن كرر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تعس ثلاثا
بيان تنوع أحوال الناس. فليس المقصود أن يكون القلب رقيقا للمال الكثير، ولكنه قد يكون رقيقا للمال ايش؟ لجنس المال، قل أو كثر هذا المال. ولذلك العبرة أيها الأخوة، العبرة ليست بالمال قل أو كثر، وإنما العبرة بتعلق القلب بالمال وانصرافه عن الله عز وجل. هذا هو. المال كثير ولا قليل؟ لا، إذا انصرف قلبك عن الله ولو كان مالك قليل فأنت عابد للدرهم والدينار كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن ما هو الموقف الشرعي من المال؟ كل واحد يحب المال، المال عصب الحياة، ما تعيش إلا بالمال. لكن الآن إيش الموقف الشرعي؟ الإسلام ما تركك هكذا، ما تركك الإسلام تتيه، لا، الإسلام جعل لك ضوابط. ولذلك يقول العلماء أن العبد الذي يحتاج هذا المال على نوعين. المال الذي يحتاجه على نوعين. مال يحتاجه الإنسان، مال يحتاجه الإنسان في مأكله ومشربه ومنكحه ومسكنه ومركبه، هذه تسمى عند العلماء ضروريات. هذه الضروريات. طيب، هذه الضروريات يكتسبها الإنسان ويسعى إلى اكتسابها في الحياة، لكن هذا الاكتساب بالطرق الشرعية وينفقها في المباحات، بس لا يتعلق بالقلب بالله. من كان هذا دأبه فهذا هو المطلوب. النوع الثاني من الاكتساب نوع من المال زائد، يعني زائد عن حاجتك. يعني أنت عندك مأكلك مشربك ملبسك مسكنك منكحك كل شيء عندك. طيب، الزائد قال العلماء الزائد ينفق في سبيل الله. ليش ينفق في سبيل الله؟ ينفق حتى لا يتعلق به القلب. المال الزائد هذا ايش رايك انت الان لو جاتك الليله حواله مليون، واحد جاته مثلا، ولا كل واحد جاء مليون، واحد 2 مليون، واحد 3 مليون، صدقني ما ينام بالليل، ما ينام. لا، عنده مال، فين يصرف هذا المال؟ هذا هو اللي يتعلق بالقلب. ايش يصرف هذا المال؟ جالس كبر في الصلاه في وادي والناس يوادي. هذا هو التعلم. هذا هو. اذا يصرفوا فين؟ يصرفوا في سبيل الله. عندك فقراء ما بلغوا درجته، ما عندهم مسكن ولا مأكل ولا مشرب ولا مركب، ما عندهم، يصرف المال هذا. ولذلك ايها الاخوه، هنا المخرج. ايش المخرج؟ المخرج كما يقول العلماء كيف تخرج من عبوديتك للمال إلى عبودية رب العباد. يا أخي أنا بخرج من عبودية المال إلى أن عبادة الله بس. المخرج ب3 أشياء حطوها ليلتنا وانفروا عليها. المخرج الأول أيها الأخوة، اجعل المال في يدك ولا تجعله في قلبك، فإن كسب الصحابة كان كسب يد لا كسب قلب. هذا فهم الليل. ليش؟ يعني لا تعلق قلبك بالمال، خذ المال اصرف المال فيما شئت، بس لا تعلق القلب به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف أتعامل مع المال؟ كيف أتعامل مع المال؟ هل المال عندنا يعني بعبارة مختصرة، هل المال مقدس عندنا ولا المال مهان؟ أجيبه مقدس. ها؟ أيوه. يعني الآن لما تنظر إلى المال، والله لو يصل ريال واحد بسم الله، ما يعني مقدس المال عندنا، مقدس. طيب، كيف أخرج من هذا؟ اسمع كلام شيخ الإسلام. هذا الأمر الثاني، كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام: المال عند العبد ينبغي أن يقضيه في حوائجه كحماره الذي يركبه، ونعله التي يمشي عليها، وبساطه الذي يجلس عليه، ومكان قضاء حاجته، المكان الذي يقضي فيه حاجته. ليش شيخ الإسلام جعل هذا كله فصل السافلين؟ قال حتى لا يتعلق قلبك بالمال. اجعل المال كذا، اجعل المال كذا، مثل الفراش اللي تمشي عليه،
مثل الحمار الذي تركبه، مثل النعل التي في رجليك، مثل الحمام الذي تقضي في حاجتك. هذا هو. إذن ينبغي أن نتنبه. ثالثا حتى تخرج من عبوديتك للمال إلى عبودية رب العباد، أن تعلم يقين أن تعلم يقينا أن من أصبح والآخرة همه بورك له في رزقه، ومن أصبح والدنيا همه ضيق عليه رزقه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا هو المخرج من ماذا؟ من المال. خلاص نخرج من المفتاح ده. طيب المفتاح الثالث أيها الأخوة من مفاتيح الرزق الصلاة. كثير من الناس أيها الأخوة متهاون بالصلاة، وخاصة الشباب متهاون، آخر شيء يفكر فيه الصلاة. يأتي بعضهم إلى المسجد بعد الجماعة ما كأنه عمل شيء، يعني كأنه صلى في الصف الأول كأنه سبق المال. لماذا؟ كثير من الناس يتهاون بالصلاة، كثير من الناس يضيع الصلاة، كثير من الناس يصلي في غير جماعة المسلمين، كثير من الناس يفقد الخشوع في الصلاة فيخرج منها بلا أجر ولا ثواب. هذا هو الواقع. السبب في ذلك ما هو؟ السبب هو التفكير في قضية واحدة. ولو أن الناس تأملوا وتفكروا لوجدوا أن معظم مشاكل الناس وتفكير الناس كلهم يدور في قضية واحدة بس، وإيش هي؟ مسألة الرزق. اللي تفكر فيها مسألة الرزق. عندك مشاكل مع جارك، ليش؟ علشان الأرض لا يقتطع عليه، مسألة رزق. وهكذا. طيب هذا أما علم هذا وأمثاله أن أعظم مفاتيح الرزق الحسن هو المحافظة على الصلاة في جماعة. هذا أعظم مفتاح، المحافظة. وأي رزق يأتيك بسبب ترك الصلاة، قال واحد والله أنا تأخرت عن الصلاة وبعت كذا والمتيا، هذه حصل ايش رزق؟ لأن الناس راحوا يصلون وأغلب المحلات، بس ده بتاعه كويس. تمام. شفت هذا الرزق اللي أخذوا بسبب تضييع جماعة المسلمين؟ أي رزق يحصل بسبب ترك الصلاة فهو رزق مبتور ممحو البركة لا خير فيه. والاشتغال، أفهم هذا، الاشتغال بالصلاة من مفاتيح الرزق، والانشغال بطلب الرزق عن الصلاة من مفاتيح الفقر. هذا هو الواقع. في صلاة لا تفكر في الصلاة في غير هذا، في سجود أقرب ما يكون عبد من ربه ساجد. هذا ولذلك أيها الأخوة شوف الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما كان أيها الأخوة الاشتغال بالرزق عن العبادة، تجد الكثير يشتغل بالرزق عن العبادة، ختم الله الآية بما يدل على أنه ضمن رزقه، فقال إيش؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك شكى أحد الصالحين إلى أحد السلف، شكى غلاء الأسعار غالية، فماذا قال له؟ قال له: والله لا أبالي، لو كانت حبة الشعير بدينار. شوف حبة الشعير لو كانت بريال واحد كم تشتري في اسمه؟ قال نعم كم؟ بريال. قال ما أبالي. كناية على ايش؟ مهما كان غلاء الأسعار لا يقدم ولا يؤخر في رزق كتبه الله له، بس أنت تأخذ ايش؟ بالسبب. قال فلا أبالي حتى لو كانت حبة الشعير ايش؟ بدينار. علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني. ولذلك انظر، يعني تأمل الآن قضية هذا الكثير من الناس، يعني لما ينظر إلى الجانب الذي هو فيه يغلب جانب الطلب على جانب العبادة. ولذلك يقول أحد السلف: اجتهادك فيما ضمن لك. ايش اللي ضمن لك؟ الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك
دليل على انطماس البصيرة منه. ليه؟ يا أخي رزقك مضمون، يا أخي اعبد الله كما أمرك يأتيك رزقك، واضرب الرزق كما أمرك الله عز وجل. فهذه المسألة أيها الأخوة مسألة يعني خطيرة ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. طيب، فهذا المفاتيح أيها الأخوة تحدثنا لكم عن 3 مفاتيح، لكن إن شاء الله نكملها لكم في لقاءات قادمة إن شاء الله في هذا المسجد. وجمعت في هذا 72 مفتاحا من مفاتيح الرزق. وأعظم مفتاح لفت نظري وحديث يعني الحديث فيه شيق هو قضية الزواج. كيف يتزوج الإنسان وهو فقير ويظن أن كثرة الطلبات في الزواج فقر، وهي في الحقيقة غنى. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء ايش؟ يغنيهم الله من فضله. هذه الآية بتأخذ منا محاضرة كاملة حتى تعرف الآن الذي ينظر إلى هذا الجانب ويغلب الجانب، قال أنا أتزوج وأنا فقير، يا أخي ما عندي دخل ولا عندي شيء. طيب أنا كلام رب العالمين يقول لك كذا، إن يكونوا فقراء، أنت فقير أصلا. إذا كنت فقير فالله عز وجل إيش يغنيك عز وجل. ليش أنت تظن خلاف الواقع، خلاف ما أمرك الله عز وجل؟ فهذه المفاتيح في الحقيقة شيقة، لكن ينبغي الإنسان أن يتأملها تأملا جيدا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم الذنوب والخطايا والآثام. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ من نواصيهم بالبر والتقوى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.